بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا. فريق الأهلي لكرة السلة النهارده لعب هو الساعة 10 الصبح. كنا نتمنى إن هو يفوز بالمركز الثالث ويبقى زي فريق كرة القدم، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني النصيب هو كده. هم عملوا الشوط الأولاني الفترة الأولانية حلوة، الفريق كان نازل متجانس، الفريق لعب، وصلوا لغاية فرق 10، خلصوا الفترة الأولانية 12-22 لصالح الأهلي طبعا. بس أنا بعيب على بعض اللعيبة، هو مش لعيبة كرة السلة، لعيبة مصر عامة. احنا هنا يعني فرق 10 بدأوا يتدلعوا، بدأوا يلعبوا براحتهم. ما تدوس على الفريق، انت ما بتدوسش عليه ليه؟ هو نازل، هو اقل مننا، هو كسب النهارده بالرميات الثلاثيه، ما كسبش بحاجه. هو لعبوا من الدقيقه الاولانيه في الفتره الاولانيه لغايه اخر ثانيه في الفتره الرابعه، مش زياده عننا هو عشان هو يفوز عننا بفرق 5 ولا فرق 6. احنا اللي ادينا له الماتش، احنا اللي فرطنا في الماتش، وساعدهم المدرب. انت منزل 5 متجانسين مع بعض. بعد الدقيقة 6 طبعا بدأ ان هو يفشكل الفريق كله، يعني ما تكمل ال10 دقايق بالخمسة اللي انت بتلعب بيهم، ليه بتطلعه؟ هو ما لحقش يتعب. ما انت عندك فريق تاني، عندك فترة ثالثة وفترة تانية وفترة رابعة، في ايه يعني؟ كمل بيهم. يعني هو برضك انا بحمل المدرب النهارده التراخي اللي كان فيه لاعيبه النادي الاهلي لكره السله. هم لعبوا واجتهدوا، وكان نجم اللي كان باين فيهم هو كان اسمه عمرو الجندي صراحه هو اكبر واحد فيهم، بس عمل مجهود مش معقول، مجهود حلو على قد الفتره اللي هو لعب فيها. النهارده المحترفين ما لهمش اي تواجد، بيقول لك دي لعيبه حلوه ما لهمش اي تواجد. انا ما استفدتش منهم، يعني انا جايبهم محترفين في البطوله ديت عشان الماتش زي ده، انما لما يبقى انا جايبهم وما يعمليش ماتش زي دوت، يبقى ملوش لازمه، انا مش محتاجه. يعني في بطوله افريقيا كنا جايبين لاعب من السودان، كان لاعب زي الفل، انا ما اعرفش مشي ليه. ما كنا نحاول ان احنا نقعده. احنا كان معانا السنه اللي فاتت مختتمين بيه اللاعب اللي هو القصير، اللي هو صانع اللعب الامريكي، كان لاعب هايل. ليه مشي؟ ليه ما احتفظش بيه؟ مفيش لاعب من المحترفين اللي هم بيلعبوا النهارده منور في اي دقيقه من الدقايق، كان لاعب عادي زي اي حد، ولا بيعرف يرمي باسكت ولا بيعرف يرمي ثلاثيه ولا مفيش. فيه ايه؟ فين المحترف اللي انا جايبه عشان انا رايح بطوله زي بطوله كاس العالم دي؟ انا اقدر ان انا احاسب فيها واقول دي يتحاسب فيها النشاط الرياضي ومجلس الاداره ان هو يفرط في حاجه زي كده، وبقدر ان احاسب المدرب. ما هو المدرب بيقول انا عاوز، فمجلس الاداره بيعمل اللي هو عاوزه. بس انا لما يبقى عندي لاعب كويس واسيبه، يبقى انا التقصير مني، مش التقصير من اي حد تاني. انا افرض على المدرب ان اللاعب ده هايل، ما سيبوش. هم لعبوا الشوط الاولاني طلعوا فرق 10 لصالح الاهلي. الشوط الثاني، من الشوط الثاني بقى للشوط الثالث احنا طالعين مغلوبين. يعني الفتره الثانيه اللي هي طلعت 38-37 ليهم للفريق الصيني، الفتره الثالثه طلعت 59-53 ليهم برضك، الفتره الرابعه اللي هي اخر وقت الجزء الثاني من الشوط الثاني طلعت 81-74. ما ينفعش كده، كتير على ان انا فريق. انا كنت منتظرين من فريق الاهلي لكرة السلة ان هو يحقق حاجة. انا شفت الماتش النهارده، مش عاوز ان انا اقول يعني انا لعبت كرة سلة وانا صغير، بس احنا النهارده وحشين. احنا لعبنا وعملنا مجهود، بس احنا
اللي تنازلنا عن المركز دوت. الفريق التاني مش احسن مني، انا احسن مني. انا اللي مستواي على مدار الاربع اشواط مستواي هبط. ليه؟ ما اعرفش. ايه السبب؟ ما اعرفش. يعني سبب ان المدرب ما قدرش يحط ايده على التشكيل المثالي اللي هو التشكيل المتجانس. هم جم لعبوا في اخر 3 دقايق ولا اي، بدأ ان هو يعمل زون ويقفل ويلعب مان تو مان. بدأ ان هو يعمل الكلام. طب ما الكلام دوت كان من الشوط الاولاني ومن بدايه الشوط الثاني نعمل الكلام دوت. ما جابوش كور غير بالثلاث، ما بقاش يقدر يجيب باسكت غير من الشوطه البعيده من بره القوس الكبير اللي هي ب3 نقط. هو ده الفريق اللي احنا بنلعبه. يعني اقل مني انا بقيت ان انا بقدر ان انا ادخل واجيب كرة من تحت الباسكت ب2، ما بقدرش اشوط. انا كل الكور اللي انا شطها على مدار الشوط الثاني هي واحده بس ب3. ليه؟ انا فريق بلعب في كاس العالم ما اجيبش غير كرة واحده بس. فين المحترفين؟ اخر 5 دقايق ما كانش عندي ولا محترف في ارضيه الملعب، ولا اخر 3 دقايق. ليه؟ ده انا المحترف دوت ده انا محتاجه، هو ده الوقت بتاع المحترف. امال انا جايبه ليه؟ يعني عامل زي يعني واحد شاطر قوي خطه حلو قوي، واحد شاطر بس خطه مش حلو، فانا بنزل مين اللي بيكتب وعاوز اكتب جواب، بخلي الشاطر اللي هو خطه حلو قوي هو اللي يكتب، اللي هو اللاعب المحترف. انما اجيب اللاعب المحترف يبقى زي اللاعب ملوش لازمه. لازم بعد ما يرجع مجلس الاداره يشوف موضوع في البتاع. طبعا احنا هنقدر نغلب الفرق التعبانه اللي هنا. احنا عندنا فرق تعبانه في السله، ما عندناش فرق اللي هي الجامده قوي. لا، الفرق اللي هي بتاعت مصر ديت هنقدر بالفريق دوت بالمستوى دوت هنلعبها. بس لما نيجي نلعب بره انا عاوز انت جه فريق تحت ايدك وفرمه طلع فرق 10 ما تطلع فرق. الفريق دوت كان بيلعبوا امبارح الفريق الصيني، الفريق الالماني، بيلعبوا الفريق الالماني طلعوا فرق 60. الفريق الالماني غالب فرق 50 عامل عليه ضغط عالي قوي. يعني شوف انت جبت فرق 10 وقعدت تتدلع والكرة تيجي والكرة ما تجيش وتضيع باسكت وتضيع. لا طبعا الكلام دوت ما ينفعش. زي فريق هو ما لقاش حد يعمل الاحتواء. الحكام النهارده كانوا في منتهى العدل، كانوا عادلين. وتقول له روح شوف الفار يروح يشوف، تعالى شوف مش عارف ايه الكرة دي بتاعته يروح يشوف، وبيسمع الكلام بطريقه مش معقوله. فحقي في حدود حقي، ما بيشخطش فيا، ما بيقوليش، بيقول لي حاضر هعمل لك اللي انت عاوزه ويروح. في اوقات بتجيلنا صح وفي اوقات بتجيلنا غلط، مش لينا، مش حقنا. ما كانش في اعتراض، ما كانش في اي حاجه. احنا كره القدم برضك بنعمل كده. احنا الفريق نجيب 2 3 ونقعد نتدلع في ارض الملعب. ما تجيب 2 3 4 5 10، ما تجيبش ليه 10. ما تلعب، دوس على الفريق اللي قصادك. الفريق اللي قصادك طالما تعبان قوي كده دوس عليه افرمه. احنا كنا لسه بنلعب مع المصري جبنا 4 وقعدنا نتدلع، على الفريق. ليه ما اجيب 4 5 6 7 ما غلبوش ليه؟ في ماتش الزمالك برضك اللي غلبنا فيه الزمالك 5-3 برضك جبنا ال5 وقعدنا نتدلع. هو اي نعم الحكم احتوى الماتش محمد عادل عشان النتيجه ما تكبرش، بس انا كان في امكاني ان انا ازود ال5، كان في امكاني ان انا ما يدخلش فيا ده الثلاثه دخلوا في النادي الاهلي عشان كان اللعيبه بتتدلع. دي آفة اللعيبه المصريه، مش هقول آفة الاهلي. وانا بخص النادي الاهلي بقول له انا جبت وطلعت في فريق ما سيبوش افرمه بقى وبططه تحت ايدي، انما ما سيبوش واقعد اتدلع. حرام عليكم كده يا لعيبه الاهلي. انتوا صراحه في ناس بتتكلم ويقول لك لا انا اتفرجت.
مش هقدر ان انا اقول الفريق التاني احسن مني. انا عارف ان الفريق التاني مش احسن مني. انا اتفرجت على الماتش وبقول لكم انا كنت بلعب في يوم من الايام سله، فعارف الفريق اللي قصادي ده ضعيف ولا لا. الفريق التاني فاز بينا بالكره ب3 نقط من بره، ما كانش بيعرف يدخل. نادرا في لاعب يشوط الكره ب3 ترجع له يشوطها تاني تيجي. فين الكره؟ فين الديفنس؟ فين الدفاع؟ فين ان احنا نقف مع اللعيبه دي؟ الكره ما تروحلوش. طب تطلع اوت، انما ما تتشطش عليا تاني وتيجي ب3 نقط. يعني صراحه انا زعلت قوي. المركز ده كان بتاعنا النهارده. يعني انا مش عاوز اطول ومش عاوز ان انا اضغط على اللعيبه، بس دي حاجه بسيطه. بس هم مقصرين والمدرب مقصر ومجلس الاداره مقصر في اللعيبه اللي مشيت وال3 لعيبه اللي ما لهمش اي لازمه. انا ما شفتش، ما فيش ولا لاعب فيهم ليه اي لازمه. انا ما شفتوش. هو عادي زي اللعيبه المصريين بتاعتنا، لا يمشي بدل ما يجي وبياخد دولار وبياخد لا ما ياخدش. لاعب بقى اي 3 من هنا. وبعدين انت يا كابتن يا مدرب جوستي بوش منزل لاعب من 2003، ده لسه صغير. ما تدي فرصه، ما انت عندك لعيب. ايه اللعيبه كلهم خلاص؟ ما تدي، هات واحد عنده خبره من اللي عندك. النادي الاهلي قفل، هات لاعب عنده خبره. وهو التاني ياخد خبره في الدوري المصري، ياخد في الدوري المصري، ياخد في الكاس، ياخد في الدوره المجمعه، ياخد في كل حاجه. اديله فرصه، دوس عليه في المطوشه العاديه بتاعتنا. هي دي الخبره. انما انت جاي تكسبه خبره فين؟ انا اول مره اشوفه ما بيلعبش، كان نازل خايف مرعوش. اما الكاميرا عملت عليه زوم مرتين كان مخضوض. ازاي انت تلعبه؟ وانت ازاي انت ما انتش حاسس بلاعب عندك؟ لازم نراجع نفسنا في الامور الصغيره، ودي امور صغيره مش امور كبيره. امور صغيره وبتبان لنا بعيننا. واللي ما يعرفش يقول ان ده لاعب كويس وده لاعب عاوز خبره وده لاعب بيتدلع، يبقى مالوش في موضوع اللعب ومالوش في ان هو يلعب كره سله. ونقول في الاخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.